10 سنوات ما نفعتش البلاد حركه النهضه. يا بابا من لا كارثه حلت، من لا لعنه سوداء يا لطيف. كنا نتامل خير، ربما قلنا النهضه، وخاصه بعد ما تبعنا الغلوش انا متبعهم باللوب. تعرف معناه واحد يتبع في جهه باللوب بالمجهره نعرف تصريحاتهم ونعرف امورهم ونعرف بياناتهم شلقيت ونعرف في كيما كانوا في لندن ايش يقولوا ونعرف وقتاش يقولوا الشيخ راشد الغنوشي، وقتاش يقولوا له الاستاذ، وقتاش يقولوا له السيد ماله، وقتاش يقولوا له المرشد، نعرف حتى وقتاش يقولوا المرشد. ما شنو نرى شلقيت بعد المتابعه هذه هاي محاصره للسياسه. والسيد هذا قال لنا يعني معناها من الاول دوبا جاره ومش نعمل السياسه، انا جيت باش نتعبد ربي البلاد هذه ونحب البلاد وترابها ونحب نبوس ترابها واركع على يعني ارضها الطاهره. يا ودي انا ليش طلع يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يعني اسوأ ما في التاريخ السياسي العربي الاسلامي يتجسد في راشد الغنوشي. الله يعفو قداش رجل يعني ما عندوش كلمه لا 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 لا, لا واحد لا ميثاق لا عهد لا ميثاق. رجل الغنوشي يا لطيف يا لطيف. بالنسبه لي قال لك يعني الكلمه داخله في الاخلاق هذه ما نخش بها. بالاول راه معنا جيب الشابي ومع كل 11 اللي يسجلوا على اللي طالبوه هاو اليوم في اللي طالبوه. اسمعني اللي طالبوه مواطنون ضد الانقلاب مع بعضهم اليوم. بالله تو نجيك الانقلاب وما انقلاب، يعني انقلاب ونشوف فيه. لا مواطنون ضد الانقلاب. مواطنون نحن يا خويا مرحبا بالمواطنين، نفرح كي نسمع عندنا مواطنين. والله يطمني الموضوع. وين كنا نحن يا ودي؟ انا نحكي لك على راشد الغنوشي. راشد الغنوشي هذاك جاء من الاول تفاهموا مجلس التاسيسي معاه ضرب 3 سنين. يا اخي هذا شنو تضييع الوقت هذا؟ تعال هكا يا اخي، ما هوش معقول هكا. هذا لا يجوز لا بالحضارات لا بالامم لا بالشعوب التي تحترم نفسها. نحن غير محترمين بسلوك هذا السلوك. شنو يتسمى؟ شنو صار؟ ما هو في الصندوق بالانتخابات تطلع حركه النهضه ويكون موجود. ما تحبش الكلام هذا يا اخويا. الصندوق والنعوش يا اخويا ربي يكبر علينا. ما تحبش الكلام هذا. الصندوق انت تعرف الصندوق شنو؟ الشيخ راشد الغنوشي قال لك البرلمان سيعود. تعرف بالصندوق خسرت النهضه، خسرت مليون من انصارها، مليون بشر بين 2011 و 2019. من اللي جت الحكم مليون بشر خسرته. علاش خسرته المليون بشر؟ علاش؟ لانه يعني ناس اكتشفوا ان سفيهه، حركه سفيهه كذاب تكذب علينا. يا اخي نقول لنا نصلح امورك يا اخي. شنو هذا راشد الغنوشي يا اخي؟ برك علينا بركه يعني يحب يقتلنا. شنو هذا؟ البرلمان سيعود أحب من أحب وكره من كره. وكره من كره. كره من كره. قالها راشد الغنوشي. ايش به؟ بالطبيعه البرلمان سيعود. البرلمان سيعود بالتاكيد. مو مش برلمان الغنوشي. وراشد الغنوشي رئيس البرلمان. يا ودي مش برلمان الغنوشي ابدا. الغنوشي هذيك كان في منام تاع التريس وفاق استفاق، لعله استفاق. اذا يعني هذا يعني يستحيل برلمان راشد الغنوشي، يستحيل. ومخلوف هذاك وجماعه وطلع في لسانه ويورق علينا في الفلوس. ايش بينا نحن؟ سيف الدين مخلوف. سيف الدين رجعها كان بوته، كان يعني منها ليلي طلع في الفلوس وبلسانه وبلسانه هكا ما تقول يا اخويا يا لطيف يا لطيف. كلمته بعد ما خرج من سجنه؟ انا سيف الدين مخلوف وين كان فيه؟ بعد السجن. انا هذا السيد تقابلت انا وين في قناه الجزيره ما نعرفوش. وقلت له بربي خلينا محترمين، خلينا نخدموا خطاب يعني محترم للاخرين. في الاخر الحصه كي ما لقاش حجه هو. يا اخي في الحصه قال لي انت يجيبوك يعني باش يعملوا بك شويه كراكوزيات وكذا كذا، وانت يعني خمارات وما خمارات. ورجع لي لغه سليم بوخذير. انا دمرتهم مع سليم بوخذير، كسرت لهم المرزوق. جايبين لي هذا يتصور نلعب. انا راني في العمليات هذه خطير جدا. انا خاف تمحق، وخاصة اللي كان في شبه مباشر. انا ما عادش يعطوني المباشر. يخافوا منك في المباشر. والله هو شمس اي فهم من حياه وبارك الله في سيدتهم.